بتنافس افخم الفنادق من الاخر يعني، وعلى تحدي. بدي اجيب طنجره اعجن فيها. اول شيء رح انزل بالمي. بعد المي عندي السكر. استخدم انا هون الخميره الطريه، طبعا بامكاني استخدم الخميره الفوريه ما في اي مشكله، وعندي هون الزيت. هلا هيك تحريكه سريعه. طبعا بالنسبه للمقادير رح ندركها بالتعليقات او بصندوق الوصف حسب الوش. وبالنسبه للخميره مثل ما حكينا فينا نستخدم الخميره الفوريه، الحبيبات ما في اي مشكله. هلا هيك رح ننزل بالطحين. انا عم اشتغل على كميه نص كيلو طحين، وعندي هون الملح والعجن. طبعا عجينتي لازم تكون مايله للطراوه، يعني ما لازم تكون قاسيه ابدا. هلا هيك صار الوقت اني انا حتى على هذا وشيل شو اسمه، لانه الموضوع كثير صعب. نحطها على الرخامه على المجلة عنا، ونبلش ندعكها بايدنا كثير منيح. طبعا بدنا نضل عم نعجن العجينه تقريبا 5 دقائق 6 دقائق لحتى تصير معي ناعمه وجاهزه للشغل. عجينتي صارت جاهزه، شوفوا قديش طريه وقديش هيك ملمسها ناعم وحنون. راح نجيب اي طاسه ونحطها هون ونسكر عليها ونتركها ربع ساعه لترتاح، وبعدين نقطعها ونكمل شغل. خلينا نشوف. هلا هيك بعد ما مر ربع ساعه عجينتي صارت جاهزه اني انا اقطعها واحطها على الصينيه ونتركها تختمر لحتى نبلش شغل فيها. طبعا بالنسبه لطريقه التقطيع انتم حرين، ممكن انا مثلا اعمل هيك، بس اهم شيء الحجم بدي اياه كثير صغير، يعني تقريبا هي تطلع القطعه 30 35 جرام مثل هيك، شايفين؟ بس هيك شيء انه نحن نشدها كثير منيح، تكون مشدوده كثير منيح، تكون دائريه هيك وتكون ظريفه. رح نجيب صينيه مدهون عليها شويه زيت، وبهذا الحجم بدي اياهم يطلعوا. هلا هيك يا حبايبين صاروا جاهزين، قطعناهم حطيناهم على الصينيه، صار لازم نغطيهم كثير منيح 3/4 الساعه ساعه، وبعدين يفوتوا على الفرن. خلينا نشوف. هلا هيك بعد ما مر عليها ساعه كامله صارت جاهزه انه هي تفوت على الفرن. شغلت الفرن على درجه حراره 180، وبعد ما اختمروا عندي دهنتهم هيك بشويه صفار مع حليب لحتى اقدر زينهم بحبه البركه والسمسم. هلا هيك يا حبايبين صرنا جاهزين لنفوت على الفرن على درجه حراره 180. اول ما نحط الصينيه بالفرن رح نطفي الفرن دقيقتين 3 ونرجع نشغلهم مشان ناخذ نتيجه قويه. يلا. ومع هاي الروائح الحلوه بكونوا طلعوا معي من الفرن بعد ما مر عليهم 14 دقيقه، هيك بكونوا جاهزين. وهيك هلا رح نتركهم ليبردوا على الاخير لنكمل فيهم شغلنا. يلا. طبعا بالنسبه لموضوع الحشوه نحن حرين، شو ما بدنا بنحشي، اهم شيء ناخذ القطعه هيك ونقصها بهذا الشكل. هلا هيك بعد ما قصينا هون صار وقت انه نحن نحشيهم. رح ناخذ اول شيء القطعه هيك، نحط الجبنه، قطعه بندوره وقطعه خياره كثير صغيره، وهيك بتكون صارت جاهزه. ممكن نحط الخس كمان ما في اي مشكله. نحط الجبنه فوق البندوره والخيار ونسكر. شايفين شو مرتبه؟ صارت جاهزه. شوفوا لي هالمنظر شو لذيذ. احلى شيء بهي الوصفه انه هي مناسبه بكل الاوقات، فطور، غدا، عشاء، مناسبات، اي شيء شغاله. قطعه خس، قطعه سلامي، بندوره سلامي لكم، وقطعه خيار من فوق بالاخير. شوف ما احلاها، تشهي. الحشوه الثالثه رح تكون هي الجبنه الكريمي. حاطط جبنه الكريمي هون الكيس الحلواني مشان لسهوله الاستخدام. رح نعمل هيك بهذا الشكل، نعبيها من فوق هيك، نسكرها، نجيب صحن انا بارش فيه اشقوان، جبنه اشقوان، نعملها بهذا الشكل هيك، ما احلاها. ومع هيك يا حبايبين نكون وصلنا لاخر فقره اللي هي الذوق. شوفوا هالمنظر ما احلاه، كثير انيقه. بسم الله، كثير يا سلام. بالله تتفضلوا حاولوا، والله بتنافس افخم الفنادق من الاخر يعني، وعلى تحدي. هلا هيك بكون وصلنا هلا هيك بكون وصلنا لنهاية. ليش ما بعرف احكي؟ بكون وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم. ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا تشاركوا. سلام مني انا الشيف احمد، وصحتين وهلا. سلام. رح اخذ هي معي.